الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة أياد زدان فاطمة الزهراء من قسم التميز لأكاديمية الإتقان للعلوم والقراءات. أما بعد، سنتطرق اليوم لبعض الأعمال اليسيرة والأمور العظيمة في هذا الشهر المبارك. أولا، اقتنص فرصة الخير إذا أتيحت لك في هذا الشهر المبارك، فهي غنيمة لا تعوض، وحاول أن تكون لك في كل غنيمة سهم من الخير. ثانيا، ابحث عن سنة مهجورة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجتهد في إحيائها في هذه الأيام المباركة، وادع الناس إليها والتمسك بها. ثالثا، اقرأ جزءا من القرآن الكريم واكسب بكل حرف حسنة. رابعا، اجعل لك وردا من الذكر أو القرآن الكريم في طريقك للعمل أو الدراسة ذهابا وإيابا. خامسا، تذكر أنت في عملك الوظيفي أنك في عبادة إن أخلص النية لله سبحانه وتعالى وأتقنت العمل. سادسا، غير فضول الكلام بتسبيحات وتهليلات وتكبيرات، فتسبيحتك في رمضان خير من 1000 تسبيحة في غيره من الشهور. سابعا، إذا أردت أن تكسب 1000 حسنة أو تحط عنك 1000 سيئة، ما عليك إلا أن تسبح 100 تسبيحة بقولك سبحان الله فقط، فكيف لو سبحت أكثر؟ فهي لن تأخذ من وقتك إلا القليل. ثامنا، أكثر من قول لا إله إلا الله، فهي أفضل الذكر ومفتاح الجنة. تاسعا، اجعل الدعاء صفة ملازمة لك في ليلك ونهارك في هذه الأيام المباركة، فهو زمن إجابة. عاشرا، ردد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فلك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وأخيرا، علينا بمضاعفة المجهودات في هذه الأيام المباركة في الخلوات والصلوات، وكما قال الشيخ عبد الرزاق البدر: إن كان جل رمضان أو أكثره قد ذهب، فإن الذي بقي منه هو الذهب. السلام عليكم.